اللي بيحصل واللي شكلك مش واخد بالك منه إنك ما عندكش وقت تحس فيه بالملل يا أستاذ. وللأسف هضطر أستلف من الحاجة جملتها المشهورة وأقولك إنك ما بتسيبش الزفت من إيدك خالص، وده معناه إن العقل ما عندوش مساحة للتفكير والإبداع. فبدل ما تروض القرد اللي في عقلك بتسيبه هو اللي يتحكم فيك، وتفضل تخرج من ابلكيشن وتدخل في التاني لحد ما هوب بتلبس في حيط. وهنا ضروري أقولك تحط مهمة ترويض القرد ده في مقدمة أهدافك، لأنك مش هتعرف تنجز أي حاجة طول ما هو بيتنطط جوه عقلك. واوعى تفتكرني ببالغ، لأن اللي ما تعرفوش إن كل المنصات دلوقتي بتستعين بأفضل المختصين وبتبذل قصارى جهدها علشان تستهدف القرد اللي في عقلك وتحفزه إنه يجري ورا جرس الإشعارات زي المغيب. وقبل ما تسأل، أنا مش هسيبك كده من غير ما أقولك الحل. المخلص الوحيد للوضع ده هي الإرادة، هي البعبع اللي بيخوف القرد. وخد بالك، دي صفة محتاجة صبر وجلد علشان تكتسبها.